هلا اصدقائي، شلونكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو مالتنا راح يكون القصه الغريبه وراء اختفاء GTA 6. طبعا قبل ما نبدا بهذا الفيديو اتمنى عندكم لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركه الفيديو ويا اصدقائكم، لان ما بقى شيء ونوصل 100,000 مشترك. هواي ناس تسال ليش لهسه بعدنا ما شفنا GTA 6 وشنو اللي يصير وراء الكواليس، وليش شركه روك ستار تخلينا ننتظر اكثر من 10 سنوات. اليوم راح نحكي القصة الغريبة وراء اختفاء الجزء المنتظر من أكثر لعبة محبوبة بتاريخ الألعاب. طبعا راح نرجع وياكم لسنة 2013 بالتحديد، بيوم اللي نزلت فيه GTA 5. طبعا اللعبة كانت أرقام قياسية، مبيعات رهيبة، ثورة بعالم الجرافيكس، لأن بصراحة كانت اللعبة جدا قوية من ناحية الجرافيكس، والعالم كله يحكي عنها. الكل كان متأكد إنه الجزء السادس راح يكون قريب، ممكن سنة أو سنتين، بالزايد 5 سنوات. ولكن شنو اللي صار؟ لحد هذا يومك احنا ننتظر GTA 6 2014 لحد 2020 شركة روك ستار لا حس ولا خبر. بين قوسين اللعبة شنو قاعد تسوي؟ قاعد تسوي تحديثات للعبة. اللعبة صارت عبارة عن بقرة حلوب تدخل العاب للشركة فقط، تحديثات اونلاين تجي فلوس للشركة فقط، لا اكثر ولا اقل، كروت شحن واللاعبين يدفعون وينتظرون الجزء السادس. ولكن لحد هاي اللحظة احنا ننتظر الجزء السادس بدون اي معلومه تذكر. وبسنه 2022 كانت الصدمه الكبيره، تسريبات ضخمه، طلعت اكثر من 90 فيديو للنسخه الاوليه من GTA 6 بين شخصيتين، ولد وبنيه، بانتر ميامي وضواحيها. روك ستار بعدها طلعت ببيان وقالت احنا صحيح قاعد نطور اللعبه. طبعا قلبنا طار من الفرحه، ومن ضمنهم اني اللي منتظر اللعبه بكل شغف وبكل حب. هسه نجي للسؤال المهم اللي هو ليش تاخرت اللعبه؟ جواب بسيط ومعقد بنفس الوقت. اولا اللعبه اكبر بهواي من الاجزاء السابقه. ثانيا ازمه كورونا عطلت فريق التطوير. ثالثا دا يبحثون عن الكمال، خصوصا بعد الضجه اللي صارت ضدهم بلعبه ريدد اونلاين. روك ستار بسنه 2023 نزلت الاعلان الرسمي عن التيريال الاول، قالوا انه اللعبه راح تنزل ب 2025، ولكن للاسف اجلوها مره ثانيه واللعبه راح تنزل ب 2026. بس السؤال الاهم، هل راح يلتزمون بهذا الموعد مجددا ام راح يتاجل مره ثانيه مثل باقي المواعيد؟ اريدك تشاركني بالتعليقات وتكتب لي شنو رايك، هل تاخير GTA 6 كان ذكي من الشركه او ان روك ستار دا تستغل حبنا للعبه؟ اكتب لي بالتعليقات، ولا تنسى تدعمني بلايك واشتراك حتى نوصل 100,000 مشترك باسرع وقت وتنضم لعصابه احمد جيمنج. في امان الله.